لان مفيش اكتيفيتي حصلت خلتني اجيب 200%. في ضربه حظ حصلت. لازم تبقى بتعرف تقيس وبتقيس صح عشان تعرف ازاي هتنمو او ازاي بتنمو، قد ايه هتتطور. يعني انت ما ينفعش حد من السيلز تيم بتاعك ما بيجيبش تارجت كيو 1 وكيو 2 وكيو 3 وكيو 4 لقيته جايب 200% من التارجت. طب ما هو جابت 200% من التارجت ازاي؟ هي بيعه؟ هل هو ده نمو؟ يعني هي بيعه واحده انا عملتها طول السنه خلتني عملت مبيعات 200%؟ هو ده النمو بقى؟ هو ده النمو اللي انا هقيس عليه؟ ده انا نميت 200%؟ لا، ما حصلش نمو 200% لان مفيش اكتيفيتي حصلت خلتني اجيب 200%. في ضربه حظ حصلت. فانت لازم كبزنس اونر او كامبلوي او كاي حد بيشتغل في اي مانجيريال ليفل في العالم او في اي حته او في الجيم او في اي حاجه، لازم بتعرف انت بتفقد قد ايه دهون وقد ايه بتنمو عضلات، او بتفقد قد ايه عضلات، عشان تعرف التمرينه اللي جايه بتاعتك شكلها عامل ازاي. عشان لما تعرف التمرينه بتاعتك شكلها عامل ازاي اللي جاي، فتاخد بالك فتنمو اكتر، فيحصل لك بروجريس اكتر. لكن انت لو بتقيسه صباح الفل انا بخس انا بخس انا بخس، ما انت ممكن تكون بتخس عضلات، ما انت ممكن الناس بتاعتك تبقى جابت التارجت من ضربه حظ، من عميل واحد دخل غير لك اليوم في الفرع الفلاني فمبيعات الفروع كلها بقت دبل النهارده. هل ده نمو؟ لا، ده ضربه حظ. فانت لازم مش بس تبقى بتقيس، انت لازم كمان تبقى بتعرف تقيس عشان تبقى عارف انت بتنمو في ايه وما بتنموش في ايه، وتعرف كمان ايه الحته اللي انت محتاج تتطور فيها وايه الحته اللي انت مش محتاج تتطور فيها. لو عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا وانا هديك على طول حاجات تعرف تتطور فيها. سلام عليكم.